اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي. النهاردة هقدم لكم حواوشي بيتي أصيل جميل بكل أسراره، محدش هيقولها لكم غيري. النهاردة معانا كيلو دقيق، وهتشوفوا الكمية اللي هتطلع منه. معانا نص كيلو لبن، حوالي نص كيلو مية، كوباية زيت. أنا مسرعة لكم الفيديو علشان حبايبي الوقت. والخميرة هنقلبها في نص كوباية مية ومعلقة سكر. حبايبي هنضيف اللبن والمية مع بعض واحدة واحدة، يعني مش نضيف كل الكمية ونلاقي نفسنا الدقيق واخد كل المية، او عايز دقيق او نحتار. فاحنا هنضيفه واحدة واحدة حبايبي، بحيث العجن يكون زي ما انتوا شايفين كده. كل ما نعوز نحط مية. الاول نعجن باللبن، وبعد ما نخلص اللبن بتاعنا نص كيلو نبدأ نحط مية على قد العجين ما ياخد معانا. نفضل نعجن فيه ونلم في العجين، ما تخافوش. ويا ريت واحده واحده، عشان ما فيش حاجه نحس ان العجينه لينه مننا اكتر من اللازم. كل ما نعوز زي ما انتم شايفين كده حبايبي نحط ميه، كل ما نعوز نحط ميه لحد ما نحس ان العجينه بقت ملمومه في ايدينا وطريه، وزي ما انتم شايفين. وفي الاخر بعد ما نعجن نجيب كوبايه زيت نضيفها في الاخر خالص، نلم بها العجينه عشان تكون العجينه سهله معانا في اللم، وتتلم معانا بكل سهوله. وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش تصلوا على الرسول وتدعموني بلايك واشتراك لو انتوا شايفيني لحد هنا ووصلتوا معايا لحد هنا. وان شاء الله هتشوفوا احلى حواوشي. حبيبتي افضلي عجيني زي ما انت شايفاني كده، هتلاقي العجينه لمت معاكي. وفي الاخر تجيبي معلقه زيت تلمي بيها العجينه وتغطي وتسيبيها ترتاح. وهنا على العجينه ما تخمر وتتضاعف هنجيب اللحمه. طبعا ما كانش عندي لحمه مفرومه، مش هنقف يعني. فرمت عندي، كان عندي نص كيلو لحمه فرمته، وفرمت حوالي نص كيلو بصل، وخمس قرنفل، وخمس قرنفل في الكبار، ابيض على اخضر على احمر. وكان عندي نسبة دهنية، كان عندي دهن فرمته وحطيته معاه، بيخلي الحواوشي في حتة تانية حرفيا. ولو عندك خضرة حبيبتي، هاتي خضرة وحطي، مفيش اي حاجة حبيبتي اللي عندك حطيه. خضرة، فلفل، آه، لو طماطمايه كمان قطعيها مكعبات صغيره. وكل ده قلبي قلبي، وكل ده عجنيه زي ما عجنت العجينه بالظبط. وفي الاخر بقى حطي كيس الفشار ده وادعيلي، هيخلي الطعم في حته تانية. انا حطيته حار لان اولادي بحب، طبعا اولادي بيحبوا الحار، عشان كده انا حطيته حار. انت عايز تحطي بارد حطي. هنا كانت العجينه خمرت حبيبتي، ضعفت. اخد على طول واعمل كده قد العجينه، قد البرتقانه كده، يعني ما تكونش صغيره قوي ولا كبيره قوي. هتاخديها قد البرتقانه وتقرصيها. طبعا انا عملت اتنين بس قدامكم، وهقرص وبعد كده اوريكم انا عملت ايه. هنا كنت خلصته وعملته قد البرتقانة كده، لا كبير ولا صغير. وجبت اللحمة من التلاجة وعملتها على قد العيش اللي انا عملته، يعني نفس العدد، بحيث اعمل ويكون بنفس العدد. هنا حبيبتي تبططيه وتفرديه كده بالسريعة، او اي حاجة عندك، او باي حاجة اللي بتفردي بيها، مع على شوية دقيق صغيرين. وهتشوفي طريقتين دلوقتي هوريهم لك. اعملي بالطريقة اللي تريحك. انا عملت لك واحد كده، واحد كده، علشان اللي يريحك تعمليه. بس انا بالنسبة لي الطريقة دي سهلة وسريعة. انت بقى عايزة تعملي الطريقة التانية اللي يعجبك، بص تجيبي كده وتتني على الرغيف وتقفلي حلو جامد. وده طريقة سهلة وسريعة. وبعدين تقسمي الرغيف كده، بيكون سهل جدا في العمايل، ومش بياخد منك وقت ولا مجهود. هعمل لك واحدة تانية عشان تشوف انا عامله لك ان كده وكده. لو انت عايزة تحبي نفس الطريقة اللي تعجبك حبيبتي اعملي بيها. هما الاتنين ما يختلفوش عن بعض بأي حاجة. دي برضو نفس اللي انا عملته، كنت عامله لك اتنين عشان لو ما شفتش الاولى تشوفي التانية وتاخدي بالك منها. واهم حاجه تقفلي عليها كويس، عشان وهي بتطيب في الفرن ما تفكش منك ولا اي حاجه، وبتشيليها. وده الطريقه دي سهله للمبتدئين، علشان ما يتعبوش في العمايل. هنا بقى هعمل لك هنا باتنين، هبطط ده واركنه على جنب كده شويه، واجيب التاني ابططه، واحط اللحمه زي ما هتشوفيني دلوقتي حبيبتي. لو شفتيني حبيبتي لحد هنا، يا ريت تعملوا لي تشتركي في القناه، لان عندي حاجات جميله هقدمها لك، وتدعميني بلايك. هنا هتحطي وبسم الله ما شاء الله، وتقفلي برضو كويس
يعني تصغري التبطيطه وتحطي اللحمه وبعدين تبططي كده اسهل واحسن، وتشيلي وترصي في الصاج على طول. الصاج يكون مدهون بزيت. انا ما صورتكيش دي، بس انتي تكوني دهنه الصاج بزيت وتحطي عليها على طول. انا طبعا شغاله معاكم لحد دلوقتي. طبعا انا بعتمد الطريقه دي انها فعلا بتكون سهله وجميله. هنا بالشوكه تعمليه، تغرزيه كده بالشوكه وتدهنيه زيت قبل ما تدخليه الفرن. اوعي تنسي تدهنيه زيت قبل ما تدخليه الفرن. وده كانت الكميه من الكيلو، بسم الله ما شاء الله خرج كميه جميله و... وكان طعمه تحفه. واولادي قالوا لي فعلا تسلم ايدك يا ماما. فحبيبتي لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي اشتراك في القناة، وتقولي لي رأيك في الكومنتات. وربنا يحسن ما بين ايديكم، ويصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلي معايا على الرسول دايما، وربنا يحسن ما بين ايديكي. وشوفي بقى الطعم، كان والله كان الطعم في حتة تانية. وبالهنا والشفا، ويا رب يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم